اكتر ناس شريرة موجودة على الانترنت المصري. انا عملت فيديو قبل كده وكنت بقول ان الانفلونسر في 2023 بقت شغلانه خلاص، والناس هتبتدي تعتمد عليها ان هي شغلانه زيها زي اي مهندس او دكتور، لان ببساطه اي حد عنده نت في البيت يقدر يعمل محتوى على اي منصه موجوده دلوقتي، يقدر يعمل انواع كتير من المحتوى، مثلا انه يعمل سكتشات كوميديه، او يعمل فيديوهات قصص، او انه يعمل ديلي روتين، قابلز، تجهيزات فرحنا، اتطلقنا، رجعنا لبعض تاني. دول اكتر ناس سوداويين موجودين على النت المصري. بمجرد ما بقى في ريفينيو ناتج عن محتوى انت بتقدمه على النت، بقى في حرفيا كل انواع الكونتنت كريتورز في العالم، واللي كان بادئ بدايه كويس ان شخص عنده حاجه عاوز يتكلم فيها يقدر يتكلم عادي، وحرفيا كل الناس هتسمعه. العب لعبه الاندر دوج، العب لعبه انت دايما خش المكان ما حدش عارفه، خش الحي. واللي سهل علينا ان احنا نستغنى عن التلفزيون، خصوصا ان احنا عارفين قصه صعود اي ممثل او ممثله على التلفزيون او مذيع بتبقى عامله ازاي، وما كناش طايقين حاجه زي كده. يعني انت عاوز تتشهر، عاوز تبقى ممثل، يا اما ابوك ممثل او حد من عيلتك ممثل، يا اما تاخد الطريق الصعب، واللي بيخلي حرفيا الناتج النهائي للمحتوى اللي موجود على التلفزيون صفر، لان اي محتوى او فن بيتقدم لازم يكون ليه علاقه بالواقع اللي احنا بنعيشه، واللي مخلي الناس مرحبه فشخ بفكره ان انت تقدم محتوى على النت، وان الناس عاديه خالص هي اللي تطلع تتكلم وتبقى مشهور، وبقينا شايفينها مصدر كويس للمتعه بدل التلفزيون، بعيدا عن ان احنا ما بقيناش نركز في اي حاجه لمده اكتر من 30 ثانيه، بس مع كل حد بيتشهر في الكوكب في حد بيجري وراه وبيراقبه وبيستنى اللحظه المناسبه لحد ما يجيب اجله، وهي شركات الدعايه والاعلان. اي محتوى بتشوفه على النت دلوقتي بيكون سبب اساسي في استمراره الاعلانات. انا اكيد مش هقعد اعمل محتوى من غير ما اخد حاجه في المقابل في الاخر. يعني ممكن الشهره مثلا، محدش بيهتم بالشهره حرفيا، انت بعد اول 3 بتقابلهم عارفينك من النت خلاص انت مش مهتم، عايزين فلوس بقى. 5 جنيه 5 جنيه يا ابن مالك. واهتمامك بتحول من الناس والشهره للفلوس، وبتحاول تدريجيا من الشخص اللي كان بيخليك تثق في نفسك وتحب شكلك لشخص مستعد يعمل اي حاجه في الدنيا عشان الفلوس. الناس اللي كانت بتعمل محتوى عشان الناس وبقت تعمل محتوى عشان الفلوس من غير اي مبادئ حاطينها لنفسهم في الفلوس. ببساطه نبدا من الاول. انا فاهمك السوشيال ميديا دي ماشيه ازاي. انا واحد جمعت فلوس الحمد لله وعملت مشروع والحمد لله ربنا يبارك ويزيد، وعاوز اوصل لزباين كتير، وركز في كلمه زباين دي. اروح لحد عنده زباين واقول له معلش ممكن تعمل لي اعلان وادفع لك في المقابل. الحد ده بيكون عنده فولورز كتير فهيسهل عليا حته ان انا اشهر المنتج بتاعي، وانا في الاخر هكسب، المنتج بتاعي هيتعرف، والانفلونسر ده هيكسب فلوس، حياتها هتبقى مستريحه ماديا. بس الكلام ده كان زمان لما كنت تطبقه على برنامج بيحمل فيديو تيك توك من غير ما يحط لك اسم صاحب الاكونت، او لعبه اونلاين. واللي انا شايفه عادي طالما انا كتاجر هستفيد، وانا كمستخدم هستفيد، وانا كانفلونسر او كونتنت كريتور هستفيد، لحد ما وصلنا ل 2023 السنه اللي شركات كبيره بقت تعمل اعلانات عند تيك توكرز وانفلونسرز، والشركات اللي بتعمل اعلانات طول الوقت عشان بس تحط المنتج بتاعها في دماغك. اول ما تشوف المنتج ده ده مش عارف بسنت بيسو عملت فيديو ليه بس المنتج ده 100 فهتروح تشتريه دايركت. والموضوع بالنسبه للشركات دي اسهل بكتير، لان هم مثلا كانوا بيعملوا اعلان على التلفزيون وهيوصل ل 2000 واحد وبيدفعوا ملايين، لا هم دلوقتي هيوصلوا الملايين وهيدفعوا 2000 جنيه وجبه مثلا. في 2023 شهر 10 حصل حاجه بوظت السنه كلها، وهي ان حصل اباده في فلسطين. حكومة الشركات الكبيره اللي ماسكه ماك وبيبسي وشيبسي والشركات دي كلها يلحقوا يدفعوا فلوس عشان يدعموا الاحتلال. هو الكتب الصغيره في مصيبه لازم يلحقوها. وطلع بقى ساعتها الوعي العام لاعلى ليفل حرفيا، وكله بقى يتكلم عن اللي بيحصل، ويوعوا الناس ان هم ينشروا، اللي هم الانفلونسرز يعني يوعوا الناس ان هم ينشروا ويقول لك لا شيرك هيفرق. صوتهم وصل للناس بره، وبقت في مظاهرات في كل مكان على النظام اللي بيدعم حاجه زي كده لمده شهرين بس. والترند انتهى خلاص، مبقاش في حد مهتم. الموضوع ممل ان انت تتكلم عن ناس بتباد من 8 شهور لمده شهرين. ازاي تقعد شهرين تتكلم عن ايه الملل ده؟ ايه الكرنج ده؟ كل بيتكلم على الموضوع ما بقاش ليه اهميه زي الاول، ومقاطعه المنتجات ما بقاش ليها اي لازمه. اصل هو كان ترند وانتهى، بس هو للاسف الترند ما انتهاش لانه هو مش ترند اصلا. وانا عارف ان صعب ان انت تقنع جيل التيك توك بحاجه اكتر من شهرين، وخم ما عداش عليه حاجه زي كده قبل كده. والانفلونسرز اللي كانوا بيتكلموا عن الموضوع خلاص بطلوا يتكلموا، لان الموضوع ما بقاش يجيب ريتش زي الاول. لا بالعكس، ده دلوقتي بقى يوقع لهم ريتش اصلا، وبداوا يعملوا اعلانات لمنتجات المقاطعه عادي، والموضوع لكن في اي حاجه من البجاحه. ولما الناس جت قالت لهم المنتجات دي مقاطعه، محدش يقول لي مقاطعه ومش مقاطعه على اي حاجه. لاخر مره هقول لكم انا ماضي عقود فيها شروط جزائيه.
رد عليهم وقالوا انا ماضي عقد مع الشركه، مش عايز ابقى زيستي، انا ماضي عقد مع الشركه، لو ما عملتش اعلان هدفع شرط الجزائي، لو هتدفعوه لي من جيبكم ما عنديش اي مشكله. انا متاكد العقد الوحيد اللي انت ماضياه هو عقد الفيلا والعربيه الفيك اللي انت بتطلعي بيهم في الفيديوهات دول. وبعدين ليه التونين اللي تمضي معاك انت؟ يعني انت متخيله نفسك كايلي جينر اللي بالمناسبه مقاطعه. الموضوع على قد ما هو وحش فشخ هو مضحك فشخ، بيبين لك قد ايه الناس دي غلابه وعلى قدهم قوي. وبعدين حاجه كمان، انتوا بتلوموا ام خالد ده بجد، الست اللي جايه من الارياف ومتخيله ان النسكافيه دوت اسم مشروب مش اسم الشركه اللي بتعمل مشروب معين، وطالعه تعمل اعلان لكوفي ميكس وبتشرب الحاجات دي في البيت عادي. ولما الناس جت كلمتها اتعصبت عليهم وبتاع. لما جيت عملت لريان البسكوت بالشاي اتفضحت ال7 فضايح. ايه ده؟ ازاي تعملي كده؟ دي واحده غلبانه فشخ، دي واحده بجد هي ما تعرفش ان هي لما تعمل حاجه زي كده هتبقى ادميه اكتر، بني ادمه اكتر، فاهم؟ هي مصممه تبقى زيها زي اي. في كل سهرة ولا موت في كل مرة. انا مش عاوز اغلط لان انا ما عنديش مشكله ان انت تقاطع او ما تقاطعش، دي حاجه بتاعتك وترجع لك انت، بس ما تروحش بعد ما الواحد بيحاول بكل الطرق ان هو يوقف اللي بيحصل دوت تقول هو في ايه يا جدعان؟ مقاطعه ايه بس؟ انت كده بني ادم براس خنزير حرفيا، ما يهمكش حاجه في الدنيا غير لقمه عيشك اللي ممكن تاكلها حتى لو متوسخه بالطين. وفي الحقيقه انا ما اقدرش الومهم، بس يفهم حاجه ان هو كده كده هيجي عليه وقت، والناس اللي بتتابعه دلوقتي بتكبر وبتفهم تستوعب ان هم كانوا بيعملوا ده عبط، وبيكرهوا بفشخ الفتره اللي هم كانوا عارفينك فيها. انا متاكد بقى ان في واحد في الكومنتات بنزل الناس دي هييجوا يقولوا لي ايه في الكومنتات، انت ليه مش مقاطع يوتيوب وفيسبوك وانستجرام والبرامج دي؟ واحده واحده بس. يعني هي المنصات دي احنا لو كنا قطعناها اول ما الموضوع حصل، هل كان الوعي زاد بره في اوروبا او امريكا او الحتت دي؟ هل كان وصل الموضوع ان هم يعملوا مظاهرات على الحكومه بتاعتهم؟ اكيد لا، لان المنصات دي كانت سبب رئيسي ان هي تنشر الوعي بره وجوه. ثانيا انت لو جالك فرصه ان انت تتكلم على حاجه زي كده اتكلم ان شاء الله، لو هتتكلم على قناه اسرائيليه يعني ايه المشكله؟ وبالنسبه للفيسبوك انا ما بستخدموش، انا بنزل الفيديو بتاع الاسبوع عليه وبس، انا بحط اللينك بتاع الفيديو وخلاص كده، هو ده البوست الاسبوعي، ما بنزلش حاجه تاني وما بستخدموش اصلا. وبالمناسبه لو انت عايزين تضروا الفيسبوك اكتر، لما تلاقي اعلان طالع لك في الفيس هتلاقي مكتوب كده فوق سبونسر، ما تدوسش على الاعلان خالص، وده هيقلل القيمه التسويقيه بتاعه الفيسبوك. بمعنى اسهل شويه ان انت هتكون موجود في مطعم مليان زباين على الاخر ومفيش حد فيهم بيشتري خالص، فاهم؟ هم معطلين الخدمه على الفاضي. وبس لو عايزين فيديو تاني عن الناس دي بالاسامي ما عنديش اي مشكله، في اقرب وقت على حسب بقى هخلص امتحانات ولا لا. غالبا الاسبوع الجاي ده ما فيهوش فيديو. يا ماما